أهلا بكم في قناة أرت مراد، ويوم سعيد لكل المتابعين ولكل المغاربة بل لكل المسلمين في جميع أرجاء العالم بهذه الأيام العطرة، الأيام ديال أوائل ذي الحجة، واللي هي اللي قصدها الله تعالى في سورة الفجر في قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. إذا العلماء المفسرون اختلفوا في هذا على النصف. هناك من يذهب إلى أن هذه الليالي العشر هي الأوائل من ذي الحجة وكتنتهي باليوم العاشر اللي هو يوم النحر، وفريق من العلماء ذهب إلى أن هذه الليالي المقصود بها العشر الأواخر من رمضان، ولكن الغالبية ديال الآراء والمذاهب تنحو إلى أن هذه الليالي هي الأيام الأوائل من ذي الحجة. طبعا جاء في الحديث أن خير ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام. هذا الحديث هذا وارد في الأيام الأولى من العشر الأوائل من ذي الحجة. ونعود إلى موضوعنا لهذه الليلة، وهو موضوع العلاقات المغربية الإسبانية في ظل احتمالية وصول حزب الشعب الإسباني إلى الحكم في الاستحقاقات ديال يوليوز المقبل. إذن هذا كنقولوه في ظل التصريح الرسمي ديال الأمين العام للحزب الشعبي، قال بأن لا يمكن التطبيع الكامل مع المغرب إلا إذا فتحت الجمارك في سبتة ومليليا. وكذلك الرئيس ديال الحزب الشعبي الإسباني الحزب المعارض صرح بأن قال إذا وصلنا للسلطة لن نتم الاتفاق مع المغرب، كيقصد اتفاقية التعاون الاستراتيجي بين المغرب وإسبانيا. طبعا هناك نائبة برلمانية في مليليا طلبت بطرح الموضوع ديال 6 يوليو في جميع المفاوضات اللي تكون بين المغرب وإسبانيا. بهذه الآراء هذه بنقد عليها وزير الخارجية الإسباني خوسي ماريا ألفاريز صرح البارحة بكون أكد على أن العلاقات مع المغرب كتبقى أولوية. المملكة المغربية كتبقى عندها الأولوية الأولى في علاقات الدولة الإسبانية مع الدول الخارجية، وهذا الأمر سبق أنه صرح به وزير الخارجية الإسباني أكثر من مرة، وكذلك رئيس الوزراء الإسباني. إذن كانت هذه تصريحات ديال كل من رئيس حزب الشعب الإسباني وكذلك الأمين العام ديال هذا الحزب هذا، وكذلك أحزاب المعارضة الأخرى اليمينية بحال فوكس بحال بوديموس، في المقابل ديال الموقف الرسمي ديال الحزب العمالي الاشتراكي اللي كينتمي ليه رئيس الوزراء بيدرو سانشيز. هذا الحزب اللي كيتبنى الحفاظ على الشراكة الاستراتيجية مع المغرب. إذا هاد الأحزاب المعارضة اللي ترشحت الكفة ديالها في الانتخابات المحلية الأخيرة في إسبانيا، واللي من المنتظر أنها تاخذ الأغلبية في الانتخابات التشريعية ديال يوليوز في إسبانيا، إذا بدات كتهدد بوقف التعاون الاستراتيجي مع المغرب وكتمسك بالنقطتين ديال السبتة وإعادة فتح الجمارك وكذا. طبعا هذا الكلام هذا لا نأخذه على عواهنه. واخا هاد الأحزاب هذه وصلت الأغلبية في إسبانيا، ما يمكنلهاش تخلى على الشراكة الاستراتيجية مع المغرب، وإلا غادي نوليو كنلعبوا اللي غادي طلع الحزب الشعب والأحزاب المعارضة الأخرى اليمينية بحال فوكس وبوديموس ووصلوا الأغلبية في هذه الاستحقاقات اللي جاية، بمعنى غادي نوقفوا العمل بالاتفاقية الاستراتيجية بين المغرب وإسبانيا، وغادي ننتظروا حتى يطلع الحزب العمالي الاشتراكي، حزب العمال الاشتراكي ديال بيدرو سانشيز، ونوليو نقلبوا الاتفاقية ديالنا. هذا ماشي سياسة، لا سياسة ولا اقتصاد ولا والو، هذا لاعب. الدولة هي اللي كتلتزم بالمواثيق والقرارات الدولية اللي كتعقدها مع الأطراف الأخرى، الدول الأخرى، المعاهدات والمواثيق الدولية. إلا ما كانتش هاد الدولة هذه كتحافظ وكتلتزم بهذه القرارات ديالها
والمواثيق ديالها والمعاهدات ديالها، اذا غادي تعطل كل شيء في العالم، غادي يولي الفوضى. حتى المغرب غادي ما يتعاهدش، ما غاديش يلتزم بالمعاهدات اللي دايرها مع مثلا منظمه الصحه العالميه، ولا مثلا المنظمه الدوليه للطيران، وكذلك باقي الهيئات ديال الامم المتحده والدول الاخرى. اذا ما غادي تكون الفوضى، ماشي هكذا السياسه. اذا الدوله الاسبانيه لا بد وان تلتزم بالقرار اللي خداته، بالاختيار اللي خداته، وهو الشراكه الاستراتيجيه مع المغرب. إذا من عاشر المستحيلات أن الدولة الإسبانية تتراجع على الاتفاقية الاستراتيجية اللي دارتها مع المغرب لأسباب كثيرة. أولا الوضع الدولي بشأن 6 ليبيا في صالحنا. مؤخرا جوجل رفضت تدخل 6 ليبيا في الرقعة ديال الاتحاد الأوروبي، كذلك حلف الناتو بقيادة أمريكا رفض يدخل ليبيا وسبتة في الرقعة ديال الاتحاد الأوروبي بما دافع عليها. اذا الرفض هذا على الرغم من الالحاح ديال اسبانيا. ثم بعد هذا وقبل هذا المغرب يقع يعني كيتفاوض مع اسبانيا وهو في موقع قوه. يعني بهذا الشكل هذا اسبانيا هي اللي محتاجه للمغرب وليس العكس. اسبانيا محتاجه للمغرب بزاف الملفات، مثلا الاستثمارات. هناك 1100 شركه رسميا، 1100 شركه اسبانيه عامله في المغرب، وهاد الشركات هذه الإسبانية العاملة في المغرب عندها علاقة مع 20,000 شركة في إسبانيا، يعني علاقات غير مباشرة مع شركات في إسبانيا. ثم إن مناخ الأعمال بات الآن في المغرب أخصب منه في إسبانيا، بدليل أن شركات كثيرة إسبانية كتجي تستثمر في المغرب وكتخلي إسبانيا. إذا عندنا موقع قوة. إذا هذه الامتيازات ديال هذه الشركات الإسبانية العاملة بالمغرب نزيدوا عليها أن المغرب هو بوابة الاستثمار في إفريقيا، في الشمال الإفريقي. إلا بغات إسبانيا تستثمر في الشمال الإفريقي لا بد وأن تمر عبر المغرب، وهذا بشهادة مسؤولين الإسبان أنفسهم. قالوا بأن المغرب بات الآن يشكل يعني قوة محددة للمشاريع في الشمال الإفريقي. إذا المغرب يفاوض إسبانيا وهو في موقع قوة. هناك نقاط كثيرة في صالح المغرب واللي تشكل عنده يعني القوة التفاوضية. نعطي مثلا ملف الصيد البحري لصالح المغرب، نقدروا نضغطوا به على اسبانيا. هناك 128 يعني سفينه ديال الصيد البحري من الاتحاد الاوروبي، منها 92 سفينه اسبانيه اللي كتدخل اكثر من 200 مليون دولار في السنه. اذا هناك عائلات، هناك الالاف ديال العمال الاسبان في هذا المجال ديال الصيد البحري، غادي المستقبل ديالهم غادي يضيع. عندنا كذلك الملف الامني. الملف ما تقدرش اسبانيا تتخلى وتستغنى على التنسيق ديال المغرب في هذا الملف، الاخبار عن هذا الملف ديال الاستخباراتي الامني، يعني الخلايا الارهابيه النائمه للمغرب كيبلغ عليها وكينسق مع السلطات الاسبانيه بشانها. كذلك هناك ملف الهجره وهو ملف مهم جدا. ما يمكنش اسبانيا تستغني على المغرب في هذا الملف. ورحنا شفنا قبل سنه يعني المغرب يلاه واحد ساعه اللي غفل وجات جيوش ديال المهاجرين الافارقه ودخلوا الى التراب ديال الاتحاد الاوروبي. ومن تلك اللحظه يعني بان الدور الاساسي والدور المهم جدا الذي يقوم به المغرب بخصوص هذا الملف اللي هو ملف الهجره. وزيد الموانئ الاسبانيه اللي غادي تاكل العصا وغادي تنال الضرر الكبير بخصوص يعني المنافسه ديال الميناء المتوسط في المغرب، وبخصوص حركيه مرور المهاجرين المغاربه. اذا لا يمكن للدول الاسبانيه ان تتراجع عن الشراكه الاستراتيجيه مع المغرب تحت اي سبب. احنا نفاوض اسبانيا كما قلت من موقع قوه، عندنا بدائل كثيره عن اسبانيا. عندنا الشراكه مع الولايات المتحده الامريكيه، وعندنا الشراكه كذلك شراكه اقتصاديه واستراتيجيه مع الصين، وعندنا تفاهمات وشراكات مع دول مهمه في صميم الاتحاد الاوروبي مثل المملكه المتحده ومثل المانيا، ومثل التفاهم الاخير اللي كان ما بين سويسرا واللي غادي يكون ما بين ايطاليا وهولندا كذلك.